اهلا بكم في اخر اخبار عظمه في الكون. نبدا كده في السريع بالسوبر افريقي. خلاص اتحدد في ملعب الجوهره في المملكه العربيه السعوديه يوم 13/8 ان شاء الله بين النادي الاهلي واتحاد العاصمه الجزائري. خش بعد كده على صفقه انتقال حمدي فتحي لنادي الوقره، موسم على سبيل الاعاره ب 2 مليون دولار، بنيه الشراء في حال تفعيل بند الشراء يدفعوا 3 مليون دولار، يعني اجمالي الصفقه 5 مليون دولار. ده شيء كويس جدا وصفقه محترمه. ده هيدخلنا بقى لباب تاني، وهو هل حان وقت الاحلال والتجديد في النادي الاهلي؟ هل جه وقت تجديد الدماء؟ ده يخليني اقول لك ان برضو محمد الشناوي النهارده اتقدم له عرض تاني من نادي النصر السعودي اللي كان اتقدم قبل كده، والنادي الاهلي رفضه بسبب ارتباطات النادي، كان لسه في نص الموسم ورايحين كاس عالم انديه وكده، فالعرض بيتجدد تاني. وعندك حسين الشحات جاي له 3 عروض من السعوديه و2 من الامارات وواحد من قطر. فالفتره الجايه هتسمع لعيبه كتير انها ممكن ترحل. عندك برضو عبد القادر، محمد عبد المنعم، ديانج، شريف، قفشه، مروان عطيه، كل الناس دي الفتره الجايه هتسمع ان جالهم عروض انتقال لانديه تانيه. لكن هيبقى الراي الاول والاخير لاداره مجلس اداره النادي الاهلي ومستر كولر. اللعيب اللي مش هيقدروا يوفروا له بديل مش هيمشي. يعني عندك مثلا احمد عبد القادر 24 سنه، لا ينفع ان انت لو جاله عرض تقول له لا مش دلوقتي مش عارف ايه، ينفع تصبر شويه، 24 سنه لسه هتكسب منه. محمد عبد المنعم 24 سنه برضه ينفع ان انت تصبر شويه على احترافه. انما عندك مثلا زي حسين الشحات 30 سنه، لا اللي ممكن تفكر عليه. معلول 33، لا تفكر. الشناوي 34. عندك 3 لعيبه برضو، عندك السوليه وياسر ورامي ربيعه. رامي 30، ياسر 31، السوليه 34. ففي لعيبه ممكن تفكر في عقود احترافها، وفي لعيبه ما ينفعش. زي مثلا ايه، مروان عطيه 24 سنه ما ينفعش. زي ما قلنا عبد القادر، محمد عبد المنعم، ديانج لو ده العروض اعتقد في جانت البلجيكي مقدم له عرض امبارح، عرض رسمي. اعتقد ان هو هيمشي لان ديانج الموسم كله كان واضح ان هو تركيزه مش معانا. هتقول لي طيب اللعيبه اللي بتمشي دي مين اللي هيجي مكانها؟ ما هو ده انت بتقول لي بقى حلو تجديد. في بيرسي تاو الحمد لله ضمننا بقائه، قال لك انا هطلع من النادي الاهلي يا اما على اوروبا يا اما مش طالع، انا مبسوط هنا ومرتاح هنا وبعمل تاريخ وباخد بطولات وفي بلدي طايرين بيا والدنيا زي الفل. فبيرسي تاو يعني مش هيسيب النادي الاهلي في حاله وجود عرض اوروبي. مين بقى النادي الاهلي بيتفاوض معاهم اليومين دول؟ عندك محمود حماده لاعب فاركو، وعندك مين تاني ثانيه عبد الله بكري، وعندك احمد عادل ميسي باك شمال نادي الاتحاد السكندري. دول النادي الاهلي بيتفاوض معاهم اليومين دول علشان يجوا يغطوا اللعيبه اللي ممكن ترحل عنك خلال الفتره دي. فمفيش لعيب هيمشي من عندك او هينتقل في صفقه بيع لاي نادي تاني الا لما تقدر توفر البديل بتاعه. وبمشيان حمدي فتحي اعتقد كده 90% توقع وجود امام عاشور في النادي الاهلي الموسم القادم. اللعيبه الثانيه اللي هيتم التجديد معاها اليومين دول هو محمد هاني ومحمد شريف وقفشه والسوليه وحسين الشحات. حسين الشحات برده المفروض اليومين دول لو ما احترفش هيبقى هيجدد مع النادي الاهلي، هو ما عندوش مشكله. يعني الخلاف بس الوحيد على حته نقطه المشاركه، ان هو عايز ال3 سنين بتوعه يبقى بند المشاركه نسبه المشاركه تتلغي. دي ما حصلتش غير مع وليد سليمان وفي اخر موسم ليه قبل ما يبطل، فما حصلتش مع لاعب تاني. فهو القرار دلوقتي في ايد الكابتن محمود الخطيب في حته ايه، هيوافق على الشرط ده ولا لا. فحسين من ناحيه جاي له عروض بس هو مستسلم في الاخر لرغبه النادي الاهلي واحتياج الفريق ليه. اخر حاجه معانا مستر كولر ان شاء الله هيوصل النهارده، لسه شايف له صور من المطار، عاجبني جاي متحمس ومستعجل على الطياره وكده. الراجل هو جاي عايز يكمل، عجبني ردود افعاله هو في المطار ماشي مستعجل على الطياره. هيوصل النهارده ان شاء الله بالليل، هتجمعوا جلسه مع الكابتن محمود الخطيب لمناقشه مين اللعيبه اللي ممكن يستغنى عنها، مين اللعيبه اللي محتاجها، خطه الفتره الجايه ايه، كل ده هيبان ان شاء الله. اخر حاجه معانا النادي الاهلي يلعب يوم الخميس ان شاء الله مع نادي حرس الحدود، فان شاء الله بالتوفيق النادي الاهلي، ونرجع بقى نخش في الدوري عشان نحسمه ونخلص منه وبعد نشوف بعد كده ايه ورانا بايه باذن الله. بس دي كانت اخر الاخبار، الحاجات اللي حصلت على مدار الاسبوع حبيت اطلع اقولها لكم كده. بس لو في اخبار مهمه تانية ان شاء الله نطلع نتكلم مع بعض ونتواصل. اشوفكم على خير، السلام عليكم.